السلام عليكم، ازيكم كل اخواتي واصحابي حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. جايب لكم النهارده قصه صغيره ولكن فيها عبر كتير جدا. قصه النهارده بتحكي عن ملك من ملوك زمان. الملك ده كان اسمه نور الدين. الملك ده قرر في يوم من الايام ان هو يبني اكبر مسجد موجود على الارض، وبالفعل استدعى الوزير وطلب منه الحكايه دي. والوزير بس هو طلب من الوزير شويه طلبات كده. قال له انا عايز المسجد ده يكون عليه يافطه كبيره قوي باسمي، وعايز المسجد ده يتعمل فيه حاجات تفضل مخلده طول العمر، عايز اسمي يفضل طول العمر موجود. قال له حاضر يا مولاي. وبالفعل خرج الوزير وراح جاب المعدات بتاعه البناء والمواد، كلها حاجات نظيفه. وبالفعل اشتغلوا على انشاء المسجد، وتم انشاء المسجد، والموضوع ده خد سنه كامله. شوف المسجد بتاعه، بص على المسجد عجبه جدا وبقى فرحان بيه قوي قوي قوي. قال له يا وزير فاضل قد ايه على افتتاح المسجد ده؟ قال له خلاص يا مولاي ايام. قال له خلاص يعني ايام بسيطه وحقق الحلم اللي بحلم بيه. انا عايز المسجد ده يا وزير يتخلد في التاريخ، عايز طول العمر يفضل المسجد ده عايش علشان اسمي كمان يفضل عايش. قال له حاضر يا مولاي، والله احنا عاملين اللازم فيه. وبالفعل الملك روح فرحان جدا وطلب من رؤساء افتتح. لكن الملك في يوم من الايام وهو نايم شاف حلم غريب جدا. قام من النوم مفزوع، نادى لزوجته قال لها الحقيني. قالت له في ايه؟ في ايه يا مولاي؟ ما في ايه؟ قال لها انا بحلم حلم غريب جدا. قالت له حلم ايه؟ قال لها انا بحلم ان الملائكه بتنزل تخلع اليافطه بتاعتي وتحط مكانها عادش تحقق قوي من الاسم. فالمهم قالت له يا مولاي ده حلم عادي يعني. ولكن نام تاني في ايام تانيه وكرر نفس الحلم كذا مره، لحد ما قالت له خلاص يا مولاي احنا نشوف حد من مفسري الاحلام يجي يفسر لنا الحلم ده ونشوف حكايته ايه. وبالفعل استدعوا حد من مفسري الاحلام، ولكن مفسري الاحلام مع مولاي احنا ما عندناش تفسير ليه خالص، وما عندناش حاجه تدل على ان في حاجه. وناموا في اليوم ده بقى الاخير قبل افتتاح المسجد بيوم واحد بالظبط، شاف الاسم بتاع الست موجود على اليافطه. صحى من النوم مفزوع وقال لزوجته انا عرفت الست اسمها ايه. قالت له اسمها ايه؟ قال لها اسمها ام الخير. وقالت له طب خلاص خلي الحراس والوزير يدوروا على الست دي في المملكه ويجيبوها. وبالفعل امر ملك نور الدين الوزير بتاعه انه يامر الحراس ان هم يجيبوا الست دي من اي مكان. نزلوا دوروا عليها وعثروا عليها بصعوبه جدا. ما كانش في المملكه كلها حد اسمه ام الخير غير ست واحده بس. الست دي كانت بياعه جبنه. بعد جابها قالوا له يا مولاي احنا جبنا الست. قال لهم دخلوها حالا. دخلت، قعد يستغرب على منظرها، ست فقيره ما بتملكش حاجه، هتعمل ايه في المسجد دي؟ فقال لها بالله عليكي طمنيني، ايه الشيء اللي انت حطيتيه في المسجد عشان يخلي ربنا سبحانه وتعالى يبعت الملائكه تخلع اليافطه بتاعتي وتحط اسمك انت؟ قالت له والله يا مولاي ما عملت حاجه، انا فقيره ما املكش شيء. حاجه ايه اللي عملتها؟ قال لها بالله عليكي عشان ما اعاقبكيش قولي الصراحه، ايه الشيء اللي حطيتيه في المسجد بتاعي يخلي الملائكه تنزل تخلع اليافطه؟ قالت له والله يا مولاي انا ما معيش حاجه عشان احطها. ده هي مره بس انا كنت بمر من قدام المسجد والتقيت حمار من الحمير اللي شايله الخشب بتاعه البناء عطشانه وعمال يمد بوزه علشان يشرب من اناء كده ومش طايله، فانا قربت له الاناء بس يشرب منه. قال لها بس كده ما عملتيش حاجه تانية؟ قالت له والله ابدا يا مولاي، اعمل ايه انا ما املكش شيء. استغرب وبص للوزير وبص لزوجته وقال لهم يا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى تقبل من الست الفقيره دي العمل بتاعها اللي قربت بس الميل ميه للحمار علشان يشرب، لان كانت بتعمل العمل خالص لوجه الله. لكن انا كنت ببني المسجد ده علشان خاطر اخلد اسمي، ما عملتوش لوجه الله، صرفت كل الفلوس دي علشان خاطر نفسي بس عشان اسمي يفضل موجود. سبحان الله. ودي كانت قصتنا النهارده، والعبره فيها كانت انك لو بتعمل عمل خليه خالص لوجه الله، دي حاجه. والحاجه التانيه خليك عارف قوي ان اقل الاعمال ممكن توصلك للجنه. ما تستقلش باي عمل، اي شيء ايا كان، ابتسامه في وجه حد، تناول حد حاجه في ايده، ابسط حاجه ممكن توصلك للجنه. ودي كانت قصتنا النهارده، ومع السلامه.